السلام عليكم. صل على الحبيب وخليك من ربك قريب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. عندنا آية وقصة، وبطل قصتنا اليوم من سوريا. بس الآية إيش تقول؟ تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم. بطل قصتنا من سوريا. شفتوا الآية هذه؟ كل كلمة فيها تتكلم عن قصته، تتكلم عن قصة الشخص. بطل قصتنا من الجولان، من الشام، اسمه سيف الدين. طبعا هو سمح لي أن أذكر اسمه. محتاج إنه كل الناس السوريين أو غير السوريين ركزوا معايا في الفيديو. سيف الدين إيش عمل؟ سيف الدين شاب سوري خرج من سوريا من الحرب. ولنبلونكم بشيء من الخوف، الحرب، حرب، والجوع، حرب، ونقص من الأموال والأنفس، حرب، والثمرات، هذه كلها حرب سوريا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. حرب سوريا. خرج من هذا كله، خرج من سوريا لأنه فيها كل شيء، كل ما ذكرته الآية بالضبط موجود. راح فين؟ راح على لبنان. راح على لبنان عشان يبدأ حياة، يقدر يعيش هو وعائلته وزوجته. جاء على لبنان عشان يبدأ حياة جديدة، عشان يقدر يصرف، عشان يقدر يكبر. تمام؟ اشتغل عند ناس، صبر على نفسه، فتح، اتدين من الناس، اتدين من هذا. فتح له محل يبيع فيه دجاج أو فراخ أو دجاج حسب اللهجات. كل ما ينجح في محل يتقفل، كل ما ينجح في محل يتقفل، بحكم إنه سوري وفي لبنان والأوضاع السوريين في لبنان صعبة. ألين ما أنا إجيت فترة وشفته، تعرفت عليه، حسيت إنه هو شاب طيب، في له قمة الاحترام. تشوف وجهه كده إنسان فعليا صبور، صبور على كل شيء، صبور على المعاناة، صبور على الهم، صبور على المشاكل، صبور على الغربة، صبور في كل شيء. يساعد. أنا سمعت يعني عنه إنه هو إنسان برضه في عنده إنه بيساعد، وأنا من الناس اللي هو ترى كان بيساعدني يعني في أشياء. تمام. والله العظيم والله العظيم والله العظيم إن الرجل هذا أنا ما كنت أعرفه شخصيا، لكن أقسم بالله العظيم إني أنا من يوم ما تعرفت عليه شفت وجهه فيه له صبر، شفت وجهه فيه له شقة، فيه تعب. فتح محل وتقفل له وتقفل، والثاني وتقفل، والثالث وتقفل. يمكن ولا 10 محلات اتقفلت، ألين ما استقر على محل في صور اسمه جنة الدواجن. طبعا اللي يتابعني من لبنان أكيد عارف المحل، اسمه جنة الدواجن. هذا الرجل اشتغل في المحل، اشتغل بإيده، صبر 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 صبر، اشتغل، عمل، طل، عمل كل شيء، عمل كل شيء، ألين ما الله رزقه فتح محل تاني.
فتح محل تاني. أي نعم إنه هو لسه ما وصل لطموحه أو ما وصل لشيء، بس إنه لما تيجي تتكلم عن الصبر، سيف الدين. ليه؟ صبر سنين الله في سوريا وفي لبنان لغاية ما صار عنده محل خاص به، والآن بيفتح الفرع الثاني. هنا تكملة الآية: وبشر الصابرين. هذا هو سيف الدين. سيف الدين اللي خرج من الجوع والخوف ونقص الأموال والأنفس من الحرب، الثمرات، بين قال وبشر الصابرين. فتح محل سيف الدين اسمه جنة الدواجن في صور. صبر، فتح فرع تاني، ويصبر وحيكبر. أقسم بالله العظيم أنا الشخص أعرفه شخصيا، الشخص لو تبغى تلقبه بلقب ثاني سيف الدين الصبور، لأنه طبق الصبر بمعنى صبر، طبق كل شيء بمعنى إنه هو صبر فعليا. الآن عنده محل خاص فيه، فتح الثاني، يبدأ يعيش، وحيفتح الثالث والرابع والخامس، لأنه ربنا إيش قال؟ وبشر الصابرين. أنا طبعا ما أتعمقت في قصته كثير، بس عجبني سيف الدين في صبره، عجبني إنه هو إنسان صبور، صبر على مشاكل الدنيا، صبر على مشاكل الحرب في بلده، صبر لما راح لبنان واشتغل عند الناس وعانى كنفسيا وكماديا، عانى. كان حتى هو بيشتغل عند الناس راتبه ما يجيب له ربطة خبز، بس صبر لأنه ربنا قال وبشر الصابرين. هذا الإنسان صبر. أنا أتمنى أي أحد بيتابعني اللي بيعرف سيف الدين، هو محله في صور في لبنان اسمه جنة الدواجن. والله الذي لا إله إلا هو البني آدم هذا، إنه أنا بشوف حالاته على الواتساب، إنسان راقي في فكره، راقي في تعامله، إنسان لا إله إلا الله. أنا قسما بالله شفت سوريين كثير ورجال ومحترمين، لكن كصبر سيف الدين الرجل الصبور، واللي ما زال يصبر حتى لو الآن مع إنه عنده محل ثاني، لكن ما وصل لطموحه، وما قال الحمد لله أنا محلي هذا لا وخلاص أوقف، لا، أكمل. طموح، صبر. والله يا سيف الدين أنا أشكرك على اللي تعمله معايا أنا شخصيا، ويمكن في ناس كثير يمكن بتعمل معاها خير. أنا اضطريت أعمل الفيديو هذا لإعجابي بالشخص ده. أتمنى كل أحد يتابعني يكتب كلمة حلوة لسيف الدين، لأنه بجد إنسان طبق الآية بكل معانيها. سلام عليكم.